السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى جايبة لكم طريقة الايس كريم بالشوكولاتة والفانيليا والفراولة، 3 طبقات بقى، حاجة كده تجنن. طريقته سهلة جدا وهتعجبكم قوي. جربوا الوصفة ديت لانها فعلا من ألذ الوصفات اللي في الصيف بنحب ناكلها في البيت واحنا قاعدين، بدل ما نشتريها من بره لا تبقى موجودة عندنا في البيت ونقدر نعملها بكل سهولة. ممكن تعمليها بالكريم شانتيه، ممكن تعمليها بالكريمة اللباني، بتدي طعم حلو جدا. ان شاء الله هنزل لكم برضو وصفة برضو حلوة برضو بالكريمة اللباني بإذن الله، بطريقة بقى مختلفة، وطبعا اطعم بقى ايه مختلفة خالص. معايا هنا ده ربع كيلو كريمة شانتيه. طبعا بتجيبيها من عند مستلزمات الحلويات وبتحطي عليها كوباية مية، وتبدأي بقى تضربيها بالمضرب الكهربائي. طبعا بالمضرب اليدوي مش هتنفع خالص، لازم المضرب الكهربائي عشان تديك القوام الحلو اللي فيه المطة، من غير ما تحطي جيلاتين عليها. هنفضل بقى نضرب كده في الكريم شانتيه كويس جدا لغاية لما الفوم بتاع الكريم شانتيه يعلى معايا ويديني المطة بتاعة الايس كريم اللي من غير جيلاتين. الكريم شانتيه اللي انا عاملاه دوت والايس كريم ال3 طبقات ده من غير جيلاتين نهائي، وهتاكليه في منتهى الجمال. كده ضربت انا فيه بقى بحبة كده بتاع 10 دقايق تضرب فيه. ضفت بقى السكر. طبعا لو ما عندكيش الحليب المكثف هتشتغلي بالسكر عادي، لان الناس ياما ما عندهاش الحليب المكثف، وهو طريقته سهله جدا. هنزله لكم في صندوق الوصف تحت اللينك بتاعه عشان لو حبيتوا برضو تدخلوا تشوفوه، طريقته سهله قوي. فانا ضفت السكر اللي كان متواجد معايا قدامي على طول دلوقتي. كده زي ما انتوا شايفين فضلت اضرب في الكريم شانتيه والسكر اللي معايا. وطبعا برضو الخليط ده مش هيتضاف له اي حاجه خالص في النكهات غير لما اقسم بقى الخليط على 3 مراحل. دي المطة بتاعة الايس كريم. طبعا انا بقى جبت بولة تانية، هبدأ بقى ايه احط بقى فيها حبة كده، اقسم بقى الكريم شانتيه عشان خاطر ابدأ بقى اضيف النكهات بتاعة الايس كريم اللي انا عايزاها. طبعا الفراولة، طبعا انا كان عندي بقى فراولة طبعا مخزناها في الفريزر، ضربتها كويس جدا بدون اضافة اي حاجة، ما تبقى مركزة زي ما هي. ولو ما عندكيش بتجيبي باكو جيلي فراولة بتشتغلي بيه. دي كده عصير الفراولة اللي قلتلكوا عليه اهو، ده كده ايه مركز، يعني انا مش ضايفاله ولا مية ولا اي حاجة. هبدأ بقى اضرب فيه كده مع الكريم شانتيه لغاية لما الخليط كله يدخل في بعضه، ويبقى الفراولة بقى والكريم شانتيه يبقوا طعم واحد كده بطعم الفراولة. ودي كانت اول مرحلة معايا في ضرب الكريم شانتيه في الطبقة الاولى. طبعا عايزة بقى تحطيها في بايركس 3 طبقات، عايزة تحطيها في قوالب صغيرة في أطباق صغيرة، يعني اللي يريحك. أنا بقى هنا كان عندي بايركس كده صغير كده بلاستيك بيتباع عند مستلزمات الحلويات. هجيب بقى فيه أول طبقة اللي هي بتاعة الجيلي بقى الآيس كريم الفراولة. بص لونه عامل ازاي، طبيعي مفيش ولا ألوان طعام ولا أي حاجة. دي كده كانت أول حاجة في طبقة الكريم شانتيه بتاعة الآيس كريم. طبعا اهم حاجة في الوصفة بدون جيلاتين هتاكلي احلى ايس كريم. طبعا بقى اللي عايز بيحط جيلاتين، في وصفة نزلتها السنة اللي فاتت على قناتي كان فيها بالجيلاتين كنت منزليها، هنزلها لكم برضو في المقترحات فوق. هبدأ بقى اجيب بقى المرحلة التانية. جبت برضو جزء من الخليط اللي انا عملته بتاع كريم شانتيه، هنزل عليه رشة فانيليا، بس رشة بقى حلوة عشان يديكي بقى طعم الفانيليا يعني تلت معلقة كده صغيرة من اللي بتاعة الشاي الفانيليا. وهضربها بقى كويس جدا بالمعلقة السيليكون، مش محتاجة طبعا ان انا اضربها بقى بالمضرب، بحيث برضو الخليط برضو ايه كله يدخل مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ بقى ايه هحطه برضو ايه فوق الطبقة التانية بتاعة الفراولة. دي كانت الطبقة التانية اللي انا جهزتها لكم، طبقة ايه ايس كريم الفراولة وايس كريم الفانيليا. طبعا بقى اهم حاجة هتظبطي برضو الصينية بتاعتك عشان دي هتدخل الفريزر في الاخر. فعندي بقى اخر مرحلة اللي هي بقى مرحلة ايه الشوكولاتة. طبعا انا عندي كاكاو خام كنت جايباه من عند برضو مستلزمات الحلويات. ما عندكيش كاكاو خام وعندك شوكولاتة نوتيلا، ممكن تعمليه بيها برضو هتدي طعم بقى حكاية. النوتيلا طبعا انتوا عارفين بتدي طعم حلو قوي في كل حاجة، فالمتوفر عندك هتعملي بيه.
هبدأ بقى كده برضو اظبط برضو الصينية اللي معايا، وهبدأ بقى اجيب بقى ايه الطبقة التانية. طبعا المراحل اللي انا بعملها دي كل دوت انا ما بدخلهاش التلاجة خالص، يعني انا يعني بعملها وبسيبها على جنب اول ما اجهز الطبقة التانية. في الاخر خالص الخليط ده كده كله يدخل التلاجة. هبدأ بقى اجيب بقى بولة فيها برضو ايه الطبقة بقى التالتة معايا، اللي هي طبقة الكريم شانتيه اللي هو بالشوكولاتة. فهبدأ بقى كده اعمل بقى الايس كريمة بالشوكولاتة. هجيب احط معلقة كبيرة كده كاكاو خام، معلقة حلوة كده، وهبدأ بقى اضرب بقى الخليط دوت بالمضرب الكهربائي، عشان خاطر طبعا ايه الخليط كله يدي معايا لون الشوكولاتة بتاع اللي احنا عايزينها. او زي ما انتوا شايفين لازم تتضرب ضربة حلوة برضو عشان خاطر الكاكاو الخام ده يختفي نهائي، ما يكونش باين معايا، يديكي بقى ايه لون الشوكولاتة. ودي كده كانت الطبقة الأخيرة اللي أنا بجهز فيها للآيس كريم. طبعا عايزة أقول لكم أحلى أطعم أنا عملتها، ولو مش متوفر عندك زي ما قلت لك في أول الفيديو الفراولة، بتجيبي جيلي الفراولة وتشتغلي بيه عادي. بيدي طعم حلو قوي برضو، وهو أصلا فيه مادة بقى مادة الجيلاتين بتاعته بتدي بقى تماسك كمان أكتر. هجيب بقى كده بقى الطبقة الأخيرة طبقة الشوكولاتة، هنزلها بقى كده فوق الخليط، وهبدأ بقى ايه هجهز بقى ايه الفريزر بقى عندي، هدخل فيه الصينية ديت عشان طبعا بقى تتماسك مع بعضيها. طبعا انتوا عارفين الايس كريم هتحطيه في الفريزر لمدة يوم كامل او 12 ساعة عشان خاطر يجمد معاكي. اول ما يتماسك معاكي في الفريزر بتطلعيه بقى وتبداي بقى ايه تحطيه بقى في بولات كده، وبألف هنا وشفا للي هيجرب الوصفة ديت، لانها فعلا وصفة حلوة قوي. 3 طبقات مختلفين، حاجة تجنن، طعمها تحفة، هتعجبكم جدا. وان شاء الله الوصفات اللي جاية في الايس كريم هيبقى معايا اطعم مختلفة تانية، وهعملها لكم برضو بالجيلي واقول لكم بقى ما تنسوش بقى تفعلوا بقى السبسكرايب للقناه عشان تنزلكم كل الوصفات الجديده. وتجي كده بالمرحله اللي بعد ما تلجت معايا فيها الايس كريم. طبعا بقى جمد خالص بقى في الفريزر، عايزه اقول لكم بس وانا بطلعه بس اوريكم بس الشكل بتاعه. طبعا المفروض بقى ايه اسيبه شويه يمسك بس معايا يسيح معايا عشان اعرف اطلعه. بس عايزه اقول لكم بقى تاكلوا احلى ايس كريم الصراحه، طعمه كان حلو قوي وطعمها بجد لذيذ ودي كانت الثلاث طبقات بقى، الثلاث طبقات مع بعضهم بيدوا طعم حلو قوي، وانت بتاكليها كده تحسي ان انت بتاكلي ايس كريم بجد.